مرحبا بكم في قناة ملاك. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أهلا بكم في قناة ملاك. رجعنا لكم من جديد في وصفة جديدة، وهي طريقة عمل الأندومي الحار. وهذه الوصفة لعشاق الأندومي الحار. طبعا المقادير حسب كمية الأندومي. احنا هنا معانا في هذا الفيديو 5 حبات أندومي. نضيف لها 4 حبات جبن مثلث ونص حبة ليمونة. طبعا الليمون حسب الشخص، إذا كان يحب الأندومي يكون حامض يزيد من الليمون، والشخص اللي ما يحب يكون الأندومي حامض يقلل من الليمون. هنا معانا بهارات حارة، طبعا حسب الرغبة. إذا كان الشخص يحب الأندومي يكون حار يكثر من البهارات الحارة، واللي ما يحب يكون أندومي حار يقلل من البهارات. هنا معانا شطة حارة والقليل من الخل. الآن نكمل تجهيز الوصفة، تابعوا معنا. نضع الماء على النار حتى يغلي. هنا عندنا الماء جاهز. الآن نضيف الأندومي. الآن نضيف بهارات الأندومي. بعد أن أضفنا بهارات الأندومي كاملة، الآن نحرك البهارات مع الأندومي وبعدين نغطي. بعد أن أصبح الأندومي جاهز، الآن نضيف الجبن والمقادير الباقية. الآن نحركه حتى يذوب الجبن مع الأندومي. بعد أن خلطنا الأندومي بعد أن خلطنا الجبن وذاب مع الأندومي، الآن ننتظر حتى ينشف الماء. الآن أصبحت وصفة الأندومي جاهزة، وبالعافية عليكم. أي شخص يجرب هذه الطريقة يكتب لنا رأيه في التعليقات.